السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل كبسة سمك بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وهتعجبكم قوي كبسة السمك ديت، وحلوة جدا. وممكن تعمليها بأي سمك ينفع يتقلى. ممكن تعمليها بالبولتي او باللوت او قاروص او او مكرونة زي ما انا عاملة كده. هتعجبكم قوي كبسة السمك ديت، جميلة قوي ولذيذة ومن غير دقيق. قالت السمك وطعمها حلو قوي كبسة السمك ديت. ولو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، او اعجبوا بصفحة الفيس المطبخ الحديث. تعالوا نشوف كبسة السمك دي هنعملها ازاي. هنا معانا 3 سمكات مكرونة. ممكن تعمليها بالبولتي او لوت او قاروص وتقطعيه. يعني معانا معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كركم. الكركم اساسي معانا في الوصفة. ومعانا توم. هحط الملح والكزبرة والكركم على التوم واضربهم في كبة او ادقهم في الهون وارجع لكم. وبعد ما ضربتهم في الكبة، هنا معانا السمك. قطعته سمك المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. هدهنه كده، احاول ادهنه في كل ناحية. يعني احاول ادهن كل جزء فيه، من فوق ومن تحت ومن الظهر قصدي، زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل الكمية كلها وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده، لازم ضروري تدهنيه كده بالتتبيلة زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هعمل الكمية كلها وارجع. هنا معانا زيت. لازم الزيت يكون سخن. سخن يعني عشان ياخد صدمة. أو وهنزل بالسمك كده. نزلت بالسمك كله، هسيبه يتقلى. ولما يتقلى على الجنب اللي تحت هقلبه على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. لما ياخد لون احمر من الجنب ده، قلبته على الجنب التاني كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص بعد ما يتحمر، انا شلت السمك. وفي نفس زيت السمك اللي انا قليت فيه، احط بصلاية كده متقطعة زي ما انتوا شايفين، واسيبها تتحمر شوية زي ما انتوا شايفين كده. وهحط 2 توم مبشور. وهحط طماطماية او طماطميتين زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم فيها زي ما انتوا شايفين. وهنزل ب4.5 كوباية مية عشان احط 3 كوبايات رز. هنزل ب4.5 كوباية مية كده زي ما انتوا شايفين. 4.5 كوباية مية عشان احط 3 كوبايات رز. لو انت هتحطي كوبايتين يبقى 3.5 كوباية مية. حطيت معلقة ملح صغيرة ومعلقة كركم. وحطيت فلفل قرن فلفل حامي كده زي ما انتوا شايفين، لو حابين تحطوه. او بس هو بيخلي طعم الوصفة حلو. وهنزل ب3 كوبايات رز بعد ما المية غلت. هنزل ب3 كوبايات رز مغسولة كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبهم فيها زي ما انتوا شايفين. وهغطي عليه واسيبه لغاية ما تنشف كل المية اللي منه. هسيبه كده، اغطي عليه على نار متوسطة. واول ما تنشف المية كده هوطي عليه. اول ما تنشف كل المية كده هوطي عليه. ضروري لازم توطي عليه. وهحط عليه السمك اللي انا قريته في اول الوصفة. بس كده. واسيبه نص ساعة متوطي عليه يستوي على البخار كده. يكمل سوا السمك مع الرز على البخار. واسيبه نص ساعة اغطي عليه. واغطي عليه نار هادية خالص. واسيبه نص ساعة. وخلاص كده الوصفة معانا جاهزة بالهنا والشفا. ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، او اعجبوا صفحة الفيس المطبخ الحديث. وكده معانا كبسة السمك جاهزة. ان شاء الله تعجبكم وطعمها تحفة. وجربوها ان شاء الله تعجبكم يعني. زي ما قلت لكم، ممكن تتعمل بأي سمك ينفع يتقلى يعني. جميل اوي. ان شاء الله تعجبكم. وضروري لازم تقطعوا السمك. مع السلامة وبالهنا والشفا.